السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. ورجعت بقى بعد طول غياب بأفكار اقتصادية، وجبات اقتصادية جدا لشهر رمضان ان شاء الله. يعني ممكن تعمليها في الايام العادية، بس دلوقتي يستحب تجيبي كل ما تنزلي السوق كده تجيبي حاجة او اتنين كده وتعمليها وتابعين ان شاء الله. نعمل افكار وجبات اقتصادية تكفي من 6 ل7 أفراد، وهنعمل عزايم كمان بإمكانيات بسيطة جدا. وهنبتدي إن شاء الله نشوف هنعمل إيه مع بعض على ما يجي رمضان بإذن الله، تكون تلاجتك مليانة خير وأعصابك هادية كده، وتقابلي الشهر الكريم وانت في أحسن حال إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة أنا عملت حسابي، نزلت السوق جبت إيه؟ جبت بس نص كيلو بانيه زي ما انتم شايفين معايا كده. خليت الراجل الفرنجي قطعهولي سميك شوية مش رفيع. وجبت ايه كمان معاه؟ وركين. وجبت بقى قلت اما اشوف هتصرف اعمل فيهم ايه. اول وجبه هنعمل وجبتين النهارده بسم الله ما شاء الله، يكفوا 6 افراد واكتر، وياكلوا ويشبعوا وتبقى كلها بركه ان شاء الله. وكمان ايه طعم وريحه وحاجه يعني في الخيال. هنبتدي نعمل ايه؟ قطعت البانيه اصابع كده زي ما انتم شايفين معايا كده ستريبس. وهنحط عليه مكون معاه، يعني مكون يكتره مش هتفرقيه عن الستريبس خالص. جبت ايه هنا؟ جبت معلقتين زبادي، وجبت بصلايه متوسطه مفرومه ناعم جدا. معايا التوابل ايه بقى؟ توم باودر، طبعا انا حطيت البصل فريش، حطيت توم باودر وملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وكاري. وانا هسيب لكم المكونات دي كلها في صندوق الوصف ان شاء الله. وهدمج الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا كده عشان يدوب في بعضه كويس. وابتدي احط فيه الستريبس بتاعي. هبتدي احط الستريبس كده واقلبه فيه برضو كويس جدا، واخليه يتغلف بيه ويشرب فيه كويس جدا. عايزه تحطي لبن مكان ما عندكيش زبادي وعندك نص كوبايه لبن، ممكن تحطي نص كوبايه لبن عادي جدا، مش هتفرق حاجه. هقلبه كويس جدا زي ما انتم شايفين معايا كده. هخليه كله يتغلف كده بالتتبيله بتاعتي الجميله دي. الريحه بقى روعه، ما اقولكوش روعه تحفه. ده المنظر بتاعي. هعمل ايه طيب عشان يكتروا كده وتبقى وجبه مبروكه كده؟ جبت بطاطسيتين كبار كده وهقطعهم زي الاستريبس بالظبط. هقطعهم شرايح سميكه شويه مش رفيعه قوي، يعني سميكه كده تستحمل الآلية معايا واللي انا هعمله فيها دلوقتي. هنعملها زي ما هي كده ونقطعها اصابع زي الاستريبس بالظبط، يعني اللي هياكلها مش هيفرقها عن الاستريبس. هنعمل ايه؟ هنقطع البطاطستين دول كده. هنكون بقى حاطين حلة على النار فيها شوية ملح، معلقة ملح ومعلقة سكر، ونسيبها تغلى على النار. وبعد كده نحط فيها البطاطس. بعد كده تطلع البطاطس بالشكل ده كده مستوية، بس تلت سوا يدوب، تلت سوا مش كتير. بالشكل ده كده هتبقى بالشكل ده كده معانا. بعد كده هنعمل فيها إيه؟ وبعد كده هحطها فين؟ في الستريبس بتاعي بالتتبيله بتاعته الجميله دي. وانا بقلب بقى اقلب بالراحه كده عشان ايه؟ البطاطس ما تتكسرش معايا. هي مش مستويه، هي مستويه تلت سوا، يعني خدت مش اقل من 5 دقايق على النار. خدت غلوتين بس كده. وصفيتها ميه بشويه ملح وحطيتها مع الستريبس الجميل معانا كده. هتعامل معاها كانها ستريبس بالظبط. سبتها في التلاجة ساعتين. وبعد كده جبت البيضة بتاعتي وكسرتها عليها. انا بحب البيض اعمله قبل ما اغلفه على طول، عشان يعني بحس ان الحاجة بتشرب منه كده، بس في التغليفة كده ما بتشربش منه، بيديها قرمشة كده ونفشة. فهقلبها كويس كده معاه كده تندمج معاهم. وبعد كده هجيب الفيجيتار بتاعي عندي، لو عندي فيجيتار، عندك بقسماط، عندك دقيق تتبليه عادي، المتاح عندك اعملي بيه. انا كنت جايبه فيجيتار سايب بالشكل ده كده. هبتدي خلطت شويه دقيق وهبتدي اعمل بيه اغلف بيه الستريبس بتاعي، ومش هيفك منه ولا حاجه ما تقلقيش. انا جبت الطبق ده بجيبه كده احتفظ بيه عندي، بشيله عندي الحاجات فيه في الفريزر على طول. هغلفه بكيس كده، كيس تلاجة فتحته وهحطه فيه كده. وهبتدي بقى اغلف البانيه بتاعي والبطاطس بتاعتي وارصها كده زي ما انتم شايفين معايا. هرصها في الايه؟ في العلبه بتاعتي. يا ريت بقى لو عجبتكم الافكار بتاعتي ما تنسونوش في اللايك والشير، لان فتره الغياب بتاعتي دي اثرت على القناه بتاعتي جدا جدا والقناه بتقع مني. فيا ريت لو عجبتكم الافكار وعجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه. نفسي ارجع القناه زي ما كانت تاني، بس هي نظرا لظروف صحيه انا انقطعت عنها مده طويله.
فهبتدي شايفين بغلف في البطاطس بتاعتي زي الستريبس بالظبط، بتعامل معاها كأنها ستريبس. وايه حامله بقى هرص واحده جنب واحده كده، وهحاول بقى احطها افردها كده في الطبق بتاعي زي ما انتوا شايفين معايا كده. هيرميلي ما شاء الله كميه كبيره جدا، هتشوفوها معايا دلوقتي تكفي ما شاء الله 7 افراد، يعني نص كيلو، رمالي اكتر من كيلو. شايفين شكله عامل ازاي؟ تطلعيه بقى من الفريزر وهو متجمد كده، تحطيه في الزيت على طول. عايزه تغلفيه بدقيق تاني او فيجيتار تاني، تطلعيه سيبيه يعني يفك من بعضه كده، حاجه بسيطه ما يفكش خالص، وتغلفيه بالدقيق تاني او الفيجيتار تاني، ويستحب بالدقيق عشان يديك الطبقه المعرجه دي، وتحطيه في الزيت على طول، وتطلعيه بقى يبقى جاهز، تلاجتك جاهزه وانت اعصابك هاديه. منين ما تحب تطلعي الحاجه طلعيه. الوجبه التانيه بقى خلوكم معايا، الوجبه التانيه احلى واحلى بكتير وفكرتها حلوه جدا. هنبتدي نغلف ده بقى ونشيله في الفريزر زي ما انتم شايفين معايا كده. هتعمليه بقى مع مكرونه، مع رز مبهر، تعمليه سندوتشات، مثلا تعملي سندوتش بطاطس وسندوتش بانيه لاولادك، هينفع في اي حاجه. الوركين دول بقى تخيلوا بقى ان الوركين دول بقى هيكفوا 7 افراد. هنعمل فيهم ايه؟ لا مش سحر ولا حاجه، بس هو ايه، بنحاول نتحايل على الغلا اللي احنا فيه، ونطلع وجبات تكون اقتصاديه وفي نفس الوقت حاجه حلوه لاولادنا يفرحوا بيها. برضو مش هنحرم ولادنا مهما كانت الدنيا غالية والله. وهتجيبي وركين زي ما هتقضيها تحبيشة بطاطس وبتنجان وحاجات زي كده هتصرفي برضو. فلو جبت حاجة زي كده وصنعتيها لولادك هتبقى حلوة جدا جدا معاكي. الوركين يا اما تجيبي من عند الفرارجي تقولي له اعملهم لي حمام كداب او اخلهم لي، احنا مش هنعمله حمام كداب، انت تقولي له اخلهم لي ماشي هيخلهم لك، انت هتعرفي تخليهم وجبتيهم كده وخلتيهم بمنتهى البساطه. انا نزعت الجلد من عليه كده، بتشديه بس كده خلاص بيتشال معاكي على طول بالشكل ده كده. وهكسر العظميه اللي في الاخر دي كده بالجلد بتاعها عشان ايه تسهل عليا عمليه الخليه كويس بكل سهوله، ما خدش في ايدي ثواني. هشيل العظميه دي بقى، هسلكها بس من الورك من جوه كده، وبعد كده همشي مع حتة اللحمة، هي بتبقى فيها فاصل بينها وبين العظم، بحط السكينة كده وبمشي معاها عادي خالص، بتبقى بتمشي معايا بكل سهولة زي ما انتم شايفين معاكي. شايفين الفاصل ده كده اهو، بننفذ بوز السكينة كده فيه ونمشي، وبعد كده هتفكها بايدك عادي خالص. هتقطعيها من عند المفصل كده بتاع الورك، طلعت العظمية ما فيهاش اي حاجة خالص. العظمية دي هنرميها؟ لا مش هنرميها، احنا هنشيلها دلوقتي، يا اما نعمل بيها شوربه، يا اما تحطها فرشه محشي، تقعد تحطي بيها تعملي بيها اي حاجه، لها استخدامات كتير. شايفين بقى بحط ايدي بس صباعي كده وانفذ واعدي من بين اللحمايه والعظمه، بيطلع معايا بكل سهوله. وهبتدي اقصها من المفصل ده كده، ده من عند العظمه بتاعت الدبوس، هشيلها من عند المفصل كده بكل سهولة. عايزة تريحي نفسك بقى وتجيبيها مخلية من عند الراجل، هتجيبيها مخلية، وتبقى عاملة حسابك ان انت تبقى عارفة قبل ما تجيبيها هتعمليها ايه، عشان ما تخليش الحاجة تتحكم فيكي، انت اللي تتحكمي في الحاجة. يعني انا احب اجيب الحاجة جاهزة، لا انا اتحكم فيها، ما تفرضش عليا ان انا مثلا اعملها اي حاجة، لا انا الحاجة في ايدي، انا ممكن اتصرف فيها واعمل فيها اي حاجة انا عايزاها. بس لما تبقي الحاجة جايباها بوضع معين، فبتفرض عليك ان انت تعمليها حاجة معينة، فاهماني؟ فهي لما بجيب الحاجة صحيحة كده، والله انا جبتهم ومش كنتش عارفة اعمل بهم ايه، بس قلت انا هعملهم اصنعهم كده واعمل تعمل وجبة كبيرة وفي نفس الوقت اقتصادية وحلو. خليته كده كويس جدا، وبعد كده هقطعه بقى بطريقة عشوائية عادي خالص، مش هعمله شيش ولا حاجة. هتشوفوا معايا دلوقتي هعمله حاجة حلوة جدا وكلها بركة ما شاء الله، وتكفي 7 افراد كمان، وهياكلوا وهيشبعوا، وتبقى كلها بركة بإذن الله. كده بقى هعمل الورك التاني زيه بالظبط. العظم هو اللي طلع والجلد والبتاع ده، يا اما تفرشيه تحت المحشي، يا اما تعملي بيه شوربه وتشيليه في الفريزر لوقت تحتاجيه فيه. جبت الفراخ بتاعتي بقى وجبت الكبه بتاعتي، وهبتدي افرمها فرمه كده ناعمه خالص. انا كده فرمتها، بكمل بس القطعتين اللي باقيين، وهفرمها فرم ناعم جدا، ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض.
نبتدي بقى ان شاء الله من شهر لشهر رمضان باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. كل ما ننزل السوق نجيب اي حاجه، ولو طماطم، ليمون، مش عارفه ايه، حاجات زي كده بتوفر علينا كتير والله، بتوفر علينا مجهود وبتوفر علينا فلوس كمان. فضيت الحاجه بتاعت الفراخ بتاعتي في البوله زي ما انتم شايفين معايا كده، وهنبتدي نحط عليها المكونات بتاعتنا. هتبقى وجبة تحفة تحفة وكلها بركة ان شاء الله، وهتبقى جميلة وطعمها حكاية. معايا ايه؟ معايا بصلتين واربع فصوص توم، ومعايا خضرة محشي اللي هو عودين بقدونس وشبت وكزبرة، مش كتير يعني، كلهم كده مع بعضهم كده يوازوا ربطة. هنقطعهم في الكبة، نحط الكلام ده كله مع بعض في الكبة وهنفرمه ناعم، وبعد كده نحطه الايه على الحاجة بتاعتنا. هنفرمه كويس ناعم، وبعد كده نحطه ايه على الفراخ بتاعتنا. وجبة اقتصادية وجميلة وايه، وفي نفس الوقت يعني تشبع ولادك كده، وفيها بروتين لحوم. شايفين بقى نعمتها خالص. هبتدي احطها على الايه، على البولة بتاعتي زي ما انتم شايفين معايا كده. الريحة بقى طالعة ما اقولكوش. ولسه هنحط التوابل كمان، توابل تحفة. حطيتها بالشكل ده كده. هبتدي جايبه ايه، والله كان عندي بقى في فينو باقي من الولاد، مسكته حمصته في الفرن، وبعدين قشرته، شلت القشره بتاعته اللي فوق، ودقيته بالهون كده وعملته بالمصفى. نخلته بالمصفى وحطيته، اخدت منه كوبايه حطيتها على الفراخ. التوابل بتاعتي بقى ملح وكمون وفلفل اسود وكاري وبابريكا وزعتر، بس كده، ولا اكتر ولا اقل، لان هي فيها البصل والثوم فريش. هكتب لكم الحاجات دي كلها برضو في صندوق الوصف. هقلب الكلام ده كله مع بعضه بقى. هستغنى عن الاسباتوليا خالص واعمله بايدي عشان ايه، العجينه تبقى متماسكه معايا. طيب لو طلعت البقسماط اكتر معايا هحط لها بيضه، لو طلعت ماسكه معايا جامد هحط لها بيضه، بس هي ما شاء الله طلعت كده مظبوطه معايا جدا. هعجنها كويس جدا بقى لغايه ما الانسجه بتاعتها تدخل كلها ببعضها، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هكورها بقى كور صغيرة كده، تشكليها بقى كور صغيرة زي داوود باشا كده، كور بالشكل ده كده. طيب هنكتفي بالكفتة بس؟ لا، احنا هنحط عليها مكون دلوقتي يكتر الوجبة بتاعتنا وتبقى ما شاء الله حلوة زي الفل. بس هنحطها معاها مش في قلب العجينة بتاعتها، عشان تبقى الحتة اللي انت بتاكليها لحمة خالص جميلة. والبقسماط طبعا حلو جدا يعني، ايه، افضل حاجة يعني. هبتدي اكورها زي ما انتم شايفين معايا كده. التكويره دي بقى حسب رغبتك انتي، اذا كانت متوسطه او صغيره. فانا حبيت اعملها كده عشان ترمي معايا كتير يعني، ما كبرتهاش قوي ولا صغرتها قوي، خليتها متوسطه كده عشان ترمي معايا كتير. بس المهم وانا بكورها اعجنها كويس كده وامسكها في بعضها كويس عشان ما تفكش مني. شوفوا ما شاء الله بقى عملت كميه قد ايه. يعني الوركين عملوا حوالي كيلو كفتة. هحطهم في البولة زي ما انتم شايفين معايا كده، وهجيب بس معلقة دقيق واحدة بس، وابتدي اعفرها عليها كده واقلبها كويس فيها. هبتدي اقلبها وهي في البولة كده بمنتهى السهولة. شايفين بتقلب معايا، وعشان عجينتها متماسكة وحلوة، ولا بتفك معايا في التقليبة ولا حاجة خالص. هعمل ايه، هجيب الطبق بتاعي بقى اللي هفرز فيه الحاجة بتاعتي. العلب دي انا بحب احتفظ بيها جدا، ساعات الولاد بيجيبوا فيها وجبات من بره، ساعات انا بشتريها بالعلبه كده واجيبها وافرز فيها الحاجه بتاعتي، منظمه عندي الفريزر ومخليه الفريزر شكله حلو. هبتدي بقى مقطعه بطاطس بالشكل ده كده، برضو حطيتها في المية المغلية مع الأصابع مع الأصابع. سبتها استوت تلت سوا برضو، ما سويتهاش يعني أضغط عليها كده، لا ما تتهريش مني ولا تتكسر معايا، متماسكة برضو وإيه، ومش مستوية خالص. هبتدي احطها كده بقى واحط عليها الايه الكفته بتاعتي. حاجه اعملها ازاي بقى، لما اجي اعملها اطلعها من الفريزر، احمر الكفته دي في الزيت كده، في معلقه زيت بسيطه كده، وبعد كده اعمل تسبيكه او صلصه واحط عليها البطاطس والكفته. ما شاء الله الطبق هيبقى طبقين. ما شاء الله تعمليها بقى مع رز بشعريه، مع رز معمر، رز حبايه وحبايه، حبه مكرونه، زي ما هتعدي ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين.
ويا ريت لو عجبتكم الافكار بتاعتي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، لان القناه فعلا وقعت مني جامد جامد. ودول كانوا الفكرتين بتوعي النهارده، وان شاء الله استنوني. هنعمل سلسله وجبات اقتصاديه لشهر رمضان ان شاء الله، ونبتدي في تفريزات رمضان ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي ان شاء الله. كده غلفتها كده، هكتب عليها بقى، هكتب عليها كفته، وهكتب على التانية برضو ايه ستريبس عشان ما تلخبطش في العلب بتاعتي. وده كان العلبتين بتوع النهارده، وكان الفكرتين بتوع النهارده. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.